السلام عليكم، مرحبا بكم في اول فيديو ديال ماده الكونطابيليتي جينيرال. غنديروا واحد المقدمه لهذه الماده باش نفهموا المصطلحات الاساسيه. نبداو بالونتربريز. شنو كتعني الكلمه ديال انتربريز؟ L'entreprise, c'est une unité économique qui combine des moyens humains, matériels et financiers destinés à produire des biens et des services pour être vendus sur un marché afin de réaliser un profit. دابا غنشوفوا هاد لا ديفينيسيون نشرحوها شويه بشويه. الشركه هي وحده اقتصاديه اللي الغرض الاساسي ديالها هو الربح، على عكس الجمعيات والتعاونيات اللي الهدف ديالهم اجتماعي. هاد الوحده كتجمع موارد بشريه اللي هما العمال موظفين، موارد ماديه بحال الالات بحال وسائل النقل، وموارد ماليه اللي هما الفلوس باش اللي ضروريين باش يخلصوا الموظفين ويشريوا الالات. هاد الموارد، هاد ثلاثه ديال الموارد الهدف ديالها هو تنتج سلع وخدمات باش تباع في واحد السوق اللي الغرض منه هو تحقيق الربح. دابا خاصنا نفرقوا بين لي بيان اي سيرفيس. شنو الفرق بين السلع والخدمات؟ لي بيان هما المنتجات اللي عندهم شكل مادي محسوس ممكن نشدوهم بين يدينا، مثال كتاب، طوموبيل، تليفون، اكسيتيرا. بالنسبه للسيرفيس الخدمات، على عكس لي بيان، لي سيرفيس ما عندهمش شكل مادي. مثلا مشيت عند الطبيب باش نتعالج، خدمات النقل بحال القطار او الكار، شركات الاتصالات الى اخره. بحكم النشاط ديال الشركه اي شنو كدير، ممكن نصنفوا الشركات لبزاف ديال الانواع. النوع الاول هو لونتربريز كوميرسيال، الشركه التجاريه. الشركه التجاريه كتشري الحاجه او كتشري السلعه وكتعاود تبيعها بلا ما دير عليها اي تغيير. مثال الدروغري كيشري بالكرو كيعاود يبيع نفس السلعه اللي شراها بلا ما يحدث عليها اي تغيير. لونتربريز اندستريال، شركه صناعيه، هي كتشري المواد الاوليه وكتصنعها وكتبيع منتج مختلف على اللي شراته. مثال رونو، شركه ديال التصنيع ديال السيارات، كتشري مواد اوليه باش في الاخر كتصاوب لنا سياره. شركات الخدمات او لونتربريز دو سيرفيس، هذا النوع كيبيع حاجات غير ماديه. مثال فاش كنمشي للوطيل كنستافد من خدمه المبيت، هذه الخدمه كتخلصها ما عندهاش شكل مادي ممكن ديه معك، غير كتسالي المده ديال المبيت صافي كتمشي من هذا اللوطيل. لونتربريز فينانسيير او الشركه الماليه هي اي شركه اللي كتعطي خدمات ماليه، والمثال اللي معروف عندنا كاملين هو لي بنك. لي بنك كيعطيونا قروض، كيفتحوا لنا ارصده يعني دي كونت بانكير اكسيتيرا. الشركه الفلاحيه، كلنا كنعرفوا ان الشركه الفلاحيه الغرض او الهدف ديالها هو البيع وشراء مواد فلاحيه بحال الحبوب بحال القطاني الى اخره. دابا غندوزو لو سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز. شنو هو لو سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز؟ C'est l'ensemble des opérations qui constituent l'activité d'une entreprise et qui se répètent plusieurs fois au cours de l'année. هو مجموعة من العمليات اللي كتشكل النشاط ديال الشركة وكتعاود بزاف المرات طيلة السنة. دابا غادي نفرقوا بين لو سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز كوميرسيال اي اندستريال، الشركة التجارية والشركة الصناعية. إلا عقلتوا يلا هضرنا على الشركة التجارية اللي كتشري المواد وكتبيعهم كيف ما هما. في هذا الشيما غنشوفوا لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديالها. أول حاجة كديرها الشركة التجارية هي كتشري سلعة، اشا دو مارشانديز، من عند يعني من عند موردين، يعني اللي كيتسموا لي فورنيسور. هاد السلعة كتخزنها في مخازن قبل ما تبيعها للزبناء ديالها مقابل مادي بطبيعة الحال. مثال كنا يلا هضرنا عليه هو الدروغري، كياخذ السلعه من عند ان فورنيسور ولا دي فورنيسور. بحال هاد السلعه مسامر، صباغه، لافابو، سيما الى اخره من عند شركه مورده. هاد السلعه كيخزنها عنده في المحل او مكان مخصص للتخزين. هاد السلعه اللي كتجي كيجيو الناس، يعني هاد السلعه كيجيو الناس كل واحد شنو محتاج كياخذوها وكيخلصوا الفلوس. جزء من هاد الفلوس كيخدم هاد الدروغري باش يشري سلعه جديده وكيبدا سيكل جديد. دابا غنشوفوا لو سيكل ديكسبلوطاسيون ديال لونتربريز اندستريال. اول حاجه كتبدا بها الشركه التجاريه هي انها كتشري مواد اوليه، ماتيير بروميير، من عند مورد وكتخزنها
في أماكن صالحة للتخزين. من بعد كتبدا مرحلة التحويل لا برودكسيون أو لا ترانسفورماسيون باش يوليو عندنا منتجات صالحة للاستهلاك. هاد المنتجات كتخزن وكتباع للزبناء مقابل مادي. جزء من هاد الفلوس كيمشي باش يشري الشركة الصناعية كتخدم هاد الجزء من المال باش تشري به مواد أولية جداد وكيبدا سيكل جديد. إلا لاحظتوا أن هاد المراحل كيتعاودوا بزاف طيل السنة، وهذا الشيء علاش هضرنا عليه في لا ديفينيسيون الفوق وقلنا كي سو ريبيت بليزيور فوا. دابا غادي نشوفوا لي بارتنير لونتربريز او الشركاء. الشركاء ديال الشركه هما الناس اللي كتجمعهم علاقات اقتصاديه مع الشركه. هما لي فورنيسور، الموردين، هما اللي كيبيعوا للشركه المنتجات اللي كتحتاج باش تمارس النشاط ديالها. لي كليون او الزبناء هما اللي كيشريو منتجات من عند الشركه. ملاحظه، كاينين شركات كيكونوا في نفس الوقت لي فورنيسور اي دي كليون، حيت كيشريو السلعه من عند شركات وحده اخرين، يعني كيكونوا دي كليون واحد المره، وفاش كيبيعوا هذيك السلعه اللي شراوها كيوليو دي فورنيسور لشركات وحده اخرين. لو بيرسونيل هما العمال ديال الشركه، كيبيعوا الجهد ديالهم مقابل اجره اللي هي لو سالير. ليطا اللي هي الدوله ممثله بكاع الادارات، المؤسسات والشركات العموميه، مثال الوزارات، لو ان سي اف، لوفيس ناسيونال دي شومان دو فير، سي ان اس اس، كاس ناسيونال سيكوريتي سوسيال اكسيتيرا. لي انستيتيوشن فينانسيير هما الابناء اللي كيعطيو كريديات للشركه وكيسيروا حساباتها وتعاملاتها البنكيه. لي بروبريتير هما صحاب الشركه اللي كيجيبوا التمويل باش تاسست. دابا غنهضروا على لي فلو ايكونوميك. النشاط ديال الشركه وعلاقتها مع لي بارتنير ديالها كينتج عليه دي فلو. On peut définir le concept de flux comme un mouvement de valeurs homogènes de même nature. بمعنى هو انتقال لقيمه متجانسه من نفس الطبيعه. خاصنا نعرفوا بلي كاين 3 انواع ديال لي فلو: فلو فيزيك، فلو سيرفيس et فلو فينانسي. دابا غناخذوا امثله باش نفهموا اكثر هاد النوسيون دو فلو والانواع ديال لي فلو. مثال ديال شركه ديال المواد اللي كنحتاجوا، المواد الغذائيه ومواد اخرى، مثلا مرجان. شركه بحال مرجان باعت كرطونه ديال الحليب لواحد الشخص اللي خلص الثمن ديالها. اذا الحليب انتقل من مرجان للزبون. هذا اللي قلنا عليه انتقال ديال القيمه متجانسه من نفس الطبيعه، حيت كرطونه ديال الحليب منتج عنده صفه ماديه ومن هنا غنكونوا شرحنا اول نوع ديال لي فلو. مثال اخر لصالون الحلاقه، جا زبون بغى يحسن، الصالون عطاه خدمه اللي هي خدمه الحلاقه وخدا من عنده مقابل مادي اللي هما الفلوس. خدمه الحلاقه كتسمى هنا فلو دو سيرفيس، والفلوس كيتسماو دي فلو فينانسي. هاد الشيما كيبين لي فلو اللي كدير الشركه مع لي بارتنير ديالها. مثلا مع لي كليون كتبيع لهم منتجات وكتاخذ فلوس، مع العمال كتاخذ جهد العمل وكتعطيهم اجره، مع البنك كتاخذ قرض وكتخلص فوائد. دابا ندوزو لا كونطابيليتي جينيرال. خاصنا نعرفوا في الاول شنو كتعني هاد الكلمه ديال كونطابيليتي جينيرال. La comptabilité générale, c'est une technique d'enregistrement chronologique des opérations effectuées par une entreprise pendant une période déterminée, généralement l'année. D'abord, je vais la définition. قلنا c'est une technique، هي واحد التقنيه ديال التسجيل ديال العمليات اللي كدير الشركه بشكل يومي على طول السنه. هاد العمليات مثال اشهاد مارشانديز، يعني شراء ديال السلع، البيع، اصلاح السيارات ديالها اللي كتكون كتخدم بهم اكسيتيرا. شنو هو الانتيغي ديال الكونطابيليتي جينيرال؟ اولا بالنسبه لو شيف دونتربريز. بالنسبه لو شيف دونتربريز كتمكنو انه يعرف واش كيربح وكتساعدو في التسيير ديال الشركه ديالو. بالنسبه للدوله كتمكنها باش تعرف الضريبه اللي تخلص على الشركه. بالنسبه للاشخاص اللي كيسالوا الشركه كتمكنهم باش يعرفوا قدره الشركه على تسديد الفلوس اللي سلفوها لها. بالنسبه للاجراء كتمكنهم باش يطالبوا بزياده في الاجور حيت غيشوفوا الشركه كتربح. بالنسبه للشركاء اللي هما لي زاسوسيي، بفضل الكونطابيليتي جينيرال غيمكن لهم يعرفوا التطور الاسهم ديالهم في المستقبل. من هادشي اللي قلنا ممكن نستنتجوا 3 ديال لي رول ديال لا كونطابيليتي جينيرال.
أولاً c'est un instrument de gestion أداة للتسيير. هي بحال المثال ديال لو طابلو دو بور اللي كاين في لا فواتور كيساعد المسؤولين في الشركه باش يفهموا الوضع الحقيقي ديالها وياخذوا قرارات صحيحه. ثانيا سي ان اليمون دو بروف، هي واحد الدليل اللي كيكون في حاله نزاع بين جوج ديال الشركات باش نثبتوا شكون اللي دار الخطا وكيتحمل المسؤوليه. وثالثا سي ان موين فينانسي، هو مصدر للمعلومه بالنسبه لموالين الشركه، الناس اللي كيتسالوها، الدوله، الابناك اكسيتيرا. دابا غناخذوا واحد لابليكاسيون تمرين باش نطبقوا هادشي اللي تعلمنا. L'entreprise Fusion est créée par deux personnes et un ingénieur en informatique en vue de commercialiser le matériel informatique. La première personne, يعني الشخص الأول, apporte 100 000. يعني جاب 100 000 dirhams. La deuxième personne جاب des micro-ordinateurs. Ou l'ingénieur apporte son savoir-faire, جاب العلم ديالو. شنو داروا هاد الشركاء؟ إلو ان لوكال équipé، كراو واحد البلاصة. Le loyer, يعني الكرا, est fixé à 4500 dirhams par mois. Le salaire mensuel versé au personnel embauché s'élève à 12 000 dirhams. هذا هو le salaire الناس اللي خدمت الشركة. Il est versé en fin de mois. Ils empruntent 200 000 auprès d'une banque qui leur a déposé les fonds dans 50. يعني كريداو، البنكة عطاتهم ان كريدي ديال 20 مليون وحطاتهم لهم في الكونت ديالهم. Il vend un micro-ordinateur à l'entreprise Benson pour 9500 dirhams qu'il a payé au comptant par chèque bancaire. هاد الشركة باعت un micro-ordinateur لواحد الشركة واحدة أخرى ب 9500 درهم contre un chèque، يعني الشركة بنسون عطاتهم un chèque bancaire. Ils achètent des fournitures consommables, stylos, papier auprès de l'entreprise Info2000 pour un montant de 50 000 payable à crédit. شرات من عند شركة واحدة أخرى des fournitures، ستيلوات، أوراق، les rames de papier, etc. auprès de l'entreprise Info. القيمة ديالهم 50 000 dirhams. À crédit. ما خلصاتش ديك الساعة، يعني بقات كتسالها الشركة. Info 2000. D'abord, travail à faire. Quelles sont les caractéristiques de l'entreprise Fusion? Comment réalise-t-elle son activité? Quels sont ses partenaires? Donner une définition de la notion d'entreprise. Présenter le schéma des flux d'opération de vente du microcrédit. Ou du micro-ordinateur, pardon. D'abord, وقفوا la vidéo. خدوا شوية د الوقت. فكروا في هاد لي كيسيون، رجعوا لي ديابو ولا رجعوا للفيديو اللور، حاولوا تقراو مزيان لا كيسيون وحاولوا تطبقوا داكشي اللي قريناه. دابا ندوزو la solution. Pour la première question, l'entreprise Fusion est une entreprise privée commerciale. إلا عقلتوا هضرنا على الشركة التجارية l'entreprise commerciale اللي الهدف ديالها هو l'achat des marchandises et les ventes en l'état، يعني كتشري سلع وكتبيعهم بلا ما دير عليهم حتى شي تغيير. الشركه ديال فيزيون مختصه في لا فونت لاشا اي فونت دي ميكرو اورديناتور، يعني كتشري واحد لي زورديناتور كتعاود تبيعهم، يعني ما كدير عليهم حتى شي تغيير. داكشي علاش سي اون انتربريز كوميرسيال او بريفي، حيت ماشي ديال الدوله، ديال الناس خاصين. Deuxième question, ou plutôt la deuxième solution, Fusion est spécialisée dans la commercialisation du matériel informatique. يعني كتبيع الماتيريال انفورماتيك ولا التسويق ديال الماتيريال انفورماتيك. Troisièmement, les partenaires de la société Fusion شكون هما لي فورنيسور. لي فورنيسور هما اللي من شرات لي ميكرو اورديناتور، لي كليون هي اللي باعت لهم لي ميكرو اورديناتور، لي سالاريي هما الناس اللي خدمات وكتخلصهم، لي انستيتيوشن فينانسيير هما لي بنك، لا بنك اللي عطاتهم كريدي. الا رجعتوا لو ديابو اللي فات غنلقاو انها لا بنك عطاتهم 200 000 درهم. اي l'État لأنها كتعامل معها باش تخلص les taxes et impôts. Quatrièmement, l'entreprise est une organisation structurée ayant pour objectif de produire et vendre sur le marché des biens et des services. هذه هي la définition اللي كنا شفنا ديال la définition de l'entreprise. Organisation, c'est une unité économique اللي الهدف ديالها هو إنتاج سلع وخدمات باش يتباعوا في واحد السوق. بطبيعة الحال من أجل تحقيق ربح. D'abord, la dernière solution, cinquièmement, schéma des flux. On a l'entreprise Fusion, l'entreprise Benson. L'entreprise Fusion a vendu un micro-ordinateur à l'entreprise Benson. Donc, c'est un flux physique. L'ordinateur, et l'entreprise Benson a payé l'entreprise Fusion. Donc, c'est un flux financier. حتى لهنا الفيديو ديالنا غيكون سالا. الفيديو الجاي غادي نهضروا على لو بيلان.
ما تنساوش ديروا لايك وابوني لاشين باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش ايضا تتابعوا الحساب ديالي على الانستغرام، غادي تلقاو له لين في صندوق الوصف لتحت، فين غادي نشارك معكم نصائح مفيده وغيكون فيه لايف مره في الاسبوع للاجابه على الاسئله ديالكم.